جاء في كتاب التذكرة للقرطبي باب ما جاء أن الميت يحضر الشيطان عند موته، لأن الشيطان حريص أنه يخرب دينك، لأنك أنت الحين بتروح، هو حريص أنه يخرب الدين وبالتالي تخلد في نار جهنم، يبي يشيل عنك التوحيد. يذكر القرطبي في كتابه التذكرة عن شيخ حضرته الوفاة، فكانوا يقولون له، طبعا شيخ علم، قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا، قل لا إله إلا الله، لا لا. فلما أفاق يقول القرطبي سألوه يا شيخنا كنا نقول لك نلقنك قل لا إله إلا الله فتقول لا لا، قال لا أنا لست أعنيكم، ولكن جاءني شيطانان، الأول عن يميني والآخر عن يساري، اللي على يميني يقول لي مت يهوديا فإنها خير الأديان، واللي عن يساري يقول لي مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهما لا لا. إذن يا جماعة الأمر يخوف، الواحد تلقاه ماشي صح ماشي صح ماشي صح، لكن يرتبك بآخر لحظة. لذلك جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فبالتالي نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. يجيك أحيانا على شكل صورة أمك اللي متوفية، تقول يا وليدي ترى النصرانية حلوة، مت نصرانيا، وانت تصدق. غلط. اللهم ثبتنا يا رب. قد يأتيك أبوك ويقول لك يا ولدي مت على اليهودية، صورة أبوك، انت على بالك أبوك، لا، الشيطان يتمثل بالصور. لكن مو كل واحد يحتضر إلى الشيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يحضر، مو كل واحد، يقول شيخ الإسلام يعني ليس يعني كل شخص يأتيه الشيطان، ولكن قد يأتي إلى ناس كما جاءت طبعا في القصص وكما جاء في المجموع.